يا مرحبا وميت هلا بعشاق مسلسل الميراث، يسعد لي أوقاتكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. حنحكي عن أحداث الحلقة 640. إذا حابين تعرفوا شو صار خليكن معي. خالد بيقوله لماجد شوف هالفيلا شو رأيك فيها؟ ماجد بيقوله ليش؟ خالد بيقوله سمعت بدك تطلع وممكن افهم ليش عم تعمل كل هاد وبدك تترك ولادك وتمشي. ماجد بيقوله بدك اترك لك ولادي. خالد بيقوله لا بدي اعرف شو اللي بينك وبين خديجة. الجدة مزنة بتقوله لخالد بتعرف انه ام منصور حتتزوج؟ في عم تصور فيديوهات على التيك توك لطريقة عمل البيتزا. جمانة بتجي بهالوقت وبتسألها شو كان قصدك لما قلتي انك حرة بحياتك. مشاعر بتسأل زيد كيف عرف انه ابوها طلع من السجن. زيد بيقلها شفته وقال لي انه مشتاق لك وبده يشوفك، وعلى كل حال وفري اسئلتك لما تشوفيه، واكيد حيسألك ليش بدك تطلقي من زوجك اللي صانك كل هالسنين وحماكي مني. مشاعر بتقله انت عم تلعب بمنطقة خطيرة. زيد بيقلها هي منطقتي ولسه جاييتك مفاجآت اكبر. مريم بتزور البيوتي سنتر وبتقلها لصوفي انا زعلانه منكم انه ما عزمتوني على الافتتاح، بس لما عرفت انه صار معكم مصيبه سامحتكم. صوفي بتقلها والله كنا مضغوطين بوقتها وما قصدنا انه نزعلك. مريم بتقلها انا جايه لظبط قصه شعراتي ولاقي حل للغره اللي نازله على وجهي طول الوقت. صوفي بتقلها هخلي اشطر بنوته تعمل لك شعرك وبتاخدها لعند جنى. جود بتقلها لجنى انه في زبونه طالبتها. جنى بتعتذر من جود وبتخلي جود تستلمها لمريم. بدر بيقوله لفهد انا قلت لجمانة بحبك. فهد بيقوله هي شو قالت لك؟ بدر بيقوله ما انتظرت وهربت ويا ريت امي موجوده لاني بحاجتها. حور بتقلها لشهد انا حاتزوج الجمعه وما حاعمل لا عرس ولا بدي البس فستان. شهد بتقلها ليش ما حتلبسي فستان؟ حور بتقلها شفنا هيفاء شو صار لها والفرح بالقلب. هند بتروح على البيوتي سنتر وبترجع تحاول تتقرب من منى وبتشوفها بدها تقرأ الفنجان وبتلاقي وقت مناسب لتفتح معها حديث وبتطلب منها انه تقرأ لها فنجانها. غادة بتدخل على البيوتي سنتر وبتلاقي منى وبتقلها لصوفي هي شو جابها لهون؟ انا مو طلبت تمشوها؟ صوفي بتقلها انا مو موافقة. غادة بتقلها وان شاء الله موافقة انها قالبة البيوتي سنتر لقهوة وعم تقرأ الفنجان. غادة بتنادي لجود وبتقلها هي شو عم تعمل هون؟ جود بتقلها اكيد مو قصدك على منى. وهي الزبونة كل يوم بتجلس على الكرسي جنب منى وواضح انها حاطة شي براسها. جود بتمشي وغادة بتقلها لصوفي تفضلي تصرفي. راشد بيقلها لزيد شو بدك وكترانة زياراتك على الكافيه. زيد بيقله جاية اسمع قصتك لاني سمعت اشاعة انك ناوي تطلق ويا ترى ناوي تطلق مين؟ صوفي ولا امي؟ وشوفي وحده ثالثه. راشد بيقول لا ثالثه ولا رابعه وتركني من قصصك. بس فيفي بتجي بهالوقت وبتسلم على راشد. فيفي بتعتذر من راشد بتقوله آسفة اجيت من غير موعد بس ما عاد حكيت معي وقلقت عليك. راشد بيقولها آسف انشغلت عنك بس في زبون رح شوفه وارجع لك. زيد بيقوله لأبوه كشفتك واجتني فرصة لابتزك وساومك. راشد بيقوله انت صاحي. زيد بيقوله سكوتي له تمن. راشد بيقوله انا شكلي ما ربيتك. زيد بيقوله اذا رحت على المحكمة وشهدت ضدي رح خبر امي بكل شي وهي حتحاسبك. شهد عاجبها النيو لوك تبع مريم وبتقلها حتى انا نفسي غير بشعري بس ريحة الصبغات بتأثر على الجنين. مريم بتقلها بسيطة خليهم يبعتولك بنت على البيت وفي بنت اسمها جنى كتير شاطرة طلبيها بالاسم. شهد بتقلها تمام. صوفي بتقلها لجنى انه في قريبتهم حامل وما فيها تجي على الصالون وبدها اياها تروح تعمل لها شعرها بالبيت. جنى بتتردد بس جود بتجي وبتقلها لصوفي ارسلي لنا الموقع وخبرينا امتى لازم تكون موجودة. صوفي بتقلها لجنى بعتلك الموقع والساعة 8 كوني عندها. جنى بتقلها لجود ليش هيك عملتي؟ انا ما بروح للزباين على البيت. جود بتقلها بس هي قرايبيتهن. جنى بتقلها ايه روحي انتي. جود بتقلها بس هي طلبتك انتي. حور بتقله ليوسف أنا ما طلبت موافقتك على زواجي. يوسف بيقلها ما هيك ما سويتيها. حور بتقله يوم فتحوا الوصية الكل كان خايف على الورث أما أنا كنت منتظرة أشوفك ولولا الله ولولاك كان ولاد عمي بلعونا وكل اللي كنت بحاجته أخ يكون لإلي سند. يوسف بيقلها كل هالمشاعر عشان تتزوجي؟ حور بتقله قلت لك مالي بحاجة موافقتك بس اجيت لانك اخوي وما بدي اخسرك. يوسف بيقلها ما بدك تعملي عرس؟ حور بتقله لا لانه اللي بيزعلك بيزعلني وهيفاء كان إلها مكانة بقلبي وانا كل اللي بدي اياه منك كلمة مبروك. حور بتدخل مكتب ابراهيم وبتقله
وأخيرا يوسف غير رأيه. بنهاية الحلقة جود بتوصل لبيت البهي تاني، وللصدفة يوسف بيفتح باب الفيلا وبيلتقي هو وجود وبيتذكرها. هيك كانت نهاية أحداث الحلقة 340 من مسلسل الميراث. إذا عجبكم هالفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تروحوا على قناتي على التيك توك وتعملوا لي متابعة. بشوفكم إن شاء الله بكرة بحلقة جديدة. ضلوا بألف خير يا رب، بأمان الله، مع السلامة.